السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في مملكة آسيا وحلقة جديدة من مطبخ مملكة آسيا. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن صحة وحال. النهاردة معانا وصفة جديدة محبوبة جدا لكل الأطفال، الكب كيك. عملناه بمكونات اقتصادية وممكن تعمليه في الخلاط وباتنين بيضة بس. وعملنا له شكل في الآخر بالكريم شانتيه ان انت ممكن تزينه لهم، ولو عندك حفلة عيد ميلاد ممكن ان انت تعملي الحاجات دي كلها في البيت بمكونات بسيطة، من غير ما انت تصعبي الموضوع على نفسك او ان انت تكلفي نفسك كتير. لو انتوا اول مرة تشوفوني وتشوفوا قناة مملكة اسيا وعجبكم الفيديو، اعملوا اشتراك وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. ولو انتوا مشتركين، لايك وشير للفيديو، قولولي على رأيكم في التعليقات. يلا نشوف احنا عملناها ازاي. هنا معانا المقادير. انا حبيت ان انا اعملها بالكوبايه، بحيث يعني انا وزناها وحاسب لكم المقادير في صندوق الوصف بتاع الفيديو، سهم صغير جنب العنوان هتلاقوا فيه، بيفتح لكم صندوق الوصف بتاع الفيديو هتلاقوا فيه المقادير بالكوبايه وبالجرام. انا حبيت ان انا اوزنها وان انا احطها في نفس الوقت في الكوبايه عشان انتوا تبقوا شايفين المعيار بتاعها قد ايه. يعني هنا معانا الزيت نص كوبايه، معانا كوبايه وربع دقيق، معانا بيضتين، معانا نفس معيار الدقيق، سكر، ومعانا بيكنج باودر، فانيليا، لبن، وذرة ملح. هنبدأ دلوقتي ان احنا نعمل الكب كيك بتاعنا، اللي هو السيمبل السادة خالص، ما فيهوش اي اضافات وما فيهوش اي حاجة. الفكرة ان احنا دايما بنشتكي من الكيك ان هو بيهبط معانا ليه بعد ما بيعلى في الفرن. بيبقى كده البيكنج باودر بتاعه بتحطي كمية كبيرة، فهو بيعلى جامد في الفرن وبعد كده بيبدأ يهبط تاني. الكيك احنا دايما بتفشل معانا، نقول طلعت مرة كويسة ومرة طلعت وحشة. ان احنا مرة بنبقى عاملين المقادير بحذر وماشيين الخطوات بالظبط واحدة واحدة، ومرة تانية بنبدأ ان احنا يعني ايه، احنا اخدنا خلاص ان احنا بنعملها كتير، فنبدأ ان احنا نعمل الخطوات بسرعة، او ان احنا نحط المقادير فتلاقيها ان هي ما ظبطتش معانا. نتعامل مع الكيك العادية كأنها يعني كيك اسفنجية، فانت بتتعاملي مع المقادير بالراحة عشان تطلع مظبوطة معاكي. الفرن مش بنسخنها من فوق وتحت، بنسخنها من تحت بس، حتى لو فرن كهرباء على 170 او 180. يعني قبل ما تقفلي الصينية بتاعتك بتبدأي ان انت تشغلي الفرن، ما بتشتغلش فترة طويلة قبل ان انت قبل ما تعملي الكيك يعني عموما. فدلوقتي هنبدأ واحنا شغالين هنقول برضو كل الملاحظات بتاعتنا عشان الكيك بتاعنا يطلع ناجح. انا هبدأ دلوقتي ان انا الكيك بتاعتنا النهاردة ممكن تعمليها في الخلاط، ان انت بتحطي المكونات كلها في الخلاط عادي جدا لو ما عندكيش مضرب كهرباء، بس انا هعملها بالمضرب عشان اوريها لكم هتطلع ازاي. اما انت حطي المكونات في الخلاط هتطلع معاكي هي برضو مفيش اي مشكلة. هبدأ دلوقتي ان انا اكسر البيض والفانيليا، وهبدأ ان انا اضربهم كويس مع بعض، وبعد كده نبدأ ان احنا نضيف باقي المكونات. انا ضربت الفانيليا والبيض مع بعض يعني نص دقيقة. هبدأ دلوقتي ان انا اضيف السكر بتاعي، وهبدأ بقى ان المرحلة ديت ان انتي تدوبي السكر كويس جدا مع البيض، وبعد كده هنبدأ نضيف السوائل الاول، الزيت واللبن، وبعد كده نبدأ ان احنا نضيف الدقيق انا نخلاه مرة وهننخله مرة تانية فوق الكيك، ونتعامل معاها بالراحة جدا. هنا انا بعد ما ضربت السكر والبيض مع بعض كويس والفانيليا، هنبدأ ان احنا نضيف اللبن في الكيك بيكون دافي، اللبن ما بيكونش ساقع، حتى لو انت مطلعاه بره التلاجة ان هو يفك بدرجة حرارة المكان، لازم ان انت بتديله يعني بيبقى دافي بسيط خالص، مش ان هو يبقى سخن جامد ولا ان هو يبقى درجة حرارته عادية، بيكون اللبن دافي. فهبدأ ان انا اضيف اللبن واضربه ثواني، وبعد كده ابدأ اضيف الزيت. هنا انا خلطتهم كويس، هبدأ ان انا انزل بذرة الملح اللي معايا، وهنزل بالزيت. يعني المكونات تكون كلها بدرجة حرارة الغرفة، ان انت اللبن بيكون دافي، ان انت بتخلطي المكونات الاول السايلة مع بعض، الزيت واللبن والبيض والسكر، عشان السكر يدوب كويس في الكيك. السكر اللي انا استخدمته اللي هو الابيض العادي، بس تكون الحبيبات بتاعته اللي هي الفاتحة، السكر يكون لونه أبيض فاتح، وتكون حبيباته صغيرة ما يكونش خشن، وتكون الحبيبات بتاعته كبيرة.
هنا أنا ضربت كل السوائل مع بعض وضربنا كل حاجة مع بعض. أهم خطوة بقى في الكيك إن انت بترفعي المضرب، خلاص كده مفيش، مش هنضرب تاني. التعامل مع الدقيق بيكون بحرص جدا، عدم خلط الدقيق كتير في السوائل، ده بيخلي ان يعمل زي جيلاتين كده فيه، وان هو او الجلوتين، وان هو يبدأ ان انت يعمل معاكي زي عرق كده، وان هي تطلع كبسه الكيك. لا، الكيك التقليب بالراحه خالص، بنقلب في اتجاه واحد، اتجاه عقارب الساعه، واحنا نخلين الكيك ممكن تنخلي الدقيق على قد ما تقدري. يعني انا نخلته مره وحطيته في الكوبايات، ودلوقتي انا خلطته مع البيكنج باودر، وهبدا ان انا اخلطه فوق الكيك، وهبدا ان انا اقلب بالراحه. يعني بصوا انا حطيت شويه، هبدا ان انا اقلب كده بالراحه خالص. لما يمتزجوا مع بعض، هبدا ان انا اضيف تاني فوقيها، ان انا ابدا ان انا اضيف تاني. فان انت بتعمليه كذا مره على كذا مره، وما بنقلبش كتير، عشان كده ما يبقاش ان هي، يعني اتعاملي معاها بحرص. الكيك عايزاها تطلع ناجحه معاكي، اتعاملي معاها بحرص. انا دلوقتي بعد ما ضربت السوائل وبدات ان انا اوريكم ان انا هبدا ان انا احط الدقيق، شغلت الفرن من تحت بس على 170، الفرن الكهرباء اللي عندي. فانا الكيك بفضل ان هي تتعمل في الكهرباء، عشان بحس ان الفرن الغاز او فرن البوتاجاز بتبقى عالية قوي عليها، يعني بتبقى شديدة على الكيك، وان هي مش بتطلع ساعات ان هي مظبوطة قوي فيها. فانا دايما بعمل الكيك في الفرن بتاع الكهرباء. فانا بصوا يعني ببدأ كده وبالراحة، ومن تحت لفوق كده بالراحة خالص، بتقلبيهم مع بعض، ويبقى السوائل معاكي ان انت تدخليها بالراحه. هبدأ دلوقتي ان انا اعملهم كلهم، الفرن شغاله، هنبدا ان احنا نحطهم في قوالب الكب كيك، وبعد كده نبدا ندخلهم هنا. انا قلبتهم كويس ورفعت المضرب خلاص السلك. وبصوا هنا الفقاعات ديت عليها الهواء، بتحتفظي بيه وبتقلبي بالراحه عشان الهواء ما يخرجش منها، ديت حاجه. هنا انا معايا قوالب الكب كيك ديت، انا كنت مشتريه تقريبا الواحد ب25، ومعانا الورق بتاع الكب كيك دوت. مش بيدخل الفرن على طول، او مش بتحطيه كده في الفرن، ده انا بحطه جوه صينيه الومنيوم، وبعد كده بدخله الفرن في الرف الوسط. هناخد الكب كيك هنصبها ازاي؟ ممكن يكون عندك زي ديت ان انت تحطي بيها، او ان احنا نحط بيه بتاعه الايس كريم. هنا هنبدأ ان احنا نحط بتاعة الايس كريم في القوالب بتاعة الكب كيك، هنحطها مش هنملاها خالص، هتحطي يعني كله هيبقى قد بعضيه، ان انت تاخدي واحدة بس كده، ونبدأ ان احنا ننزلها فيها، بحيث ان هي لما ترتفع في الفرن، يعني هي مرة واحدة بس، بتاخدي بدي مرة واحدة. بصوا يعني شكلها هنا عاملة ازاي، في مسافة ان هي ترتفع في الفرن. فاحنا كلها هناخدها مقياس واحد ليها، ان احنا ناخد بديت بتاعه الايس كريم. مش عندك، هتعملي بحاجه بحيث ان انت تظبطيهم كلهم يبقوا نفس الحجم، بحيث ان لما يرتفعوا ويخرجوا من الفرن يبقى كلهم نفس الحجم. فهناخد بيها، هعملهم كلهم وندخلهم الفرن على 170 25 دقيقه، وبعد كده نطلعهم نشوفهم. هنا معايا انا كريم شانتيه، حطيت كوبايتين كريم شانتيه، عليهم نص كوبايه كريم باستر، ونص كوبايه سكر بودر. سكر بودر طحناه كويس ونخلاه، والكريم شانتيه اللي انا جايباه خام، معليهوش اي اضافات ومعليهوش سكر، معليهوش اي حاجه. وحطيت عليه لبن، اللبن بيكون ساقع، وبتكوني يعني تقريبا حطاه نص ساعه كده في الفريزر، بيبدا ان هو يمسك نفسه، وبتبداي ان انت تضربي بيه. بصوا بعد ما انا ضربته كويس، هبدا دلوقتي ان انا اخد من الكميه ديت، هاخد في بولتين، وهعمل كل واحده بلون. يعني هعمل واحده احط عليها جل لونه احمر، واحط واحده لون اخضر، وهحطهم في التلاجة. واول ما تجهز الكيك وتبرد، درجه حرارتها تبقى كويسه، هنبدا ان احنا نزينها.
هنا انا فصلتهم في بولتين، كل واحده حطيت فيها كريم شانتيه واضفت اللون هنا على الاولانيه. بصوا اللون الاحمر هبدا بقى ان انا اقلبه كويس كده لغايه لما ياخد اللون خالص عشان زين بيه الكب كيك، يبقى ممكن لعيد ميلاد لاي مناسبه عندك ان انتي تعمليه. الناس اللي بتسال وبتقول ان هي عايزه كريمه يكون طعمها حلو في الكيكات، الكريم باستر هو السر ان انتي تحطيه على الكريم شانتيه، بيدي طعم حلو جدا. هي هيبقى لونها مش احمر قوي، انا يعني عايزه لونها يبقى روز وفاتح شويه، فهبدا ان انا اقلبها كويس وهحطها في التلاجة، وهبدا ان انا اضيف على الجزء التاني لون اخضر معايا، وهسيب جزء لونه ابيض، ان احنا ممكن نحط الثلاث الوان مع بعض وهنشوف هنزينها ازاي. هنا معانا بعد ما حطينا الكريم شانتيه في التلاجة شوية، انا جبت احنا لو ما عندكيش كيس حلواني هنعمل ايه؟ الكياس العادية اللي هي بتاعت التلاجة اللي بتكون عندنا، انا حطيت فيها القمع اللي عندي وحطيت في كيس ابيض، والكيس التاني اللي هو اللون الوردي ده او مدي على احمر والاخضر. هبدأ ان انا اقصهم من هنا من تحت وهدخلهم في الكيس، وان انا ابدأ ان انا ازين الكب كيك. هنا احنا عملنا اول واحده، معانا الشوكليت كريسب هنا الوان ومعانا فارماسي. هنبدا انا حطيتهم في الكيس مع بعض جوه الثلاث الالوان جوه كيس، وجوه الكيس اللي انا حاطه فيه القمع، وهنبدا ان احنا نضغط عليه بالراحه وان احنا نعمل الشكل بتاعنا. هيطلع الالوان كلها اللي احنا حاطينها مع بعض، وهنبدا ان احنا نحط عليها بقى الكريسب من فوق، ونحط عليها الفارماسيه ان احنا نزينها. بصوا شكلها، يعني هي بسيطة والفكرة بسيطة، هي عشان الأولاد بدل ما انتي بتعملي لهم يعني كب كيك ان هو يكون عادي، لا احنا زيناه وعملنا له شكل بحيث ان هو يكون شكله مختلف وتكون حاجة حلوة وحاجة مختلفة في البيت. عندك عيد ميلاد ممكن ان انتي تعمليها مكونات بسيطة في البيت، ما عملناهاش بزبدة ولا بأي حاجة مكلفة، هي بس المكونات بسيطة خالص تقدري ان انتي تعمليها في عيد ميلاد. عملنا الكيكة الاسفنجية بتاعت عيد الميلاد، وهسيب لكم في صندوق الوصف الرابط بتاعها ان انتوا تشوفوها. عملناها ب3 مكونات بس ومن غير اي يعني صعوبة فيها، وزيناها تزيين للمبتدئين برضو. والنهاردة عملنا تزيين للمبتدئين، هو القمع بس، ولو مش عندك كيس الحلواني بنستعمل كيس التلاجة وكريم شانتيه حطينا عليه شوية الوان وطلعنا حاجة حلوة. هنبدأ نزين الباقيين واوريهم لكم كلهم في الاخر. هنا معانا الكب كيك بعد ما جهز. بصوا الالوان بتاعته، انا حطيت الثلاث الوان مع بعض بحيث ان هي تطلع عامله لون كده جميل، ان هي الالوان لما بتكون ممزوجه مع بعض بتبقى الوانها حلوه قوي. يعني انا حبيت ان الالوان كلها تبقى مختلطه ببعض، وحطيت فارماسي من فوق وحطيت الشوكليت كريسب من فوق عليها. يعني وصفه بسيطه ومش هتاخد معاكي وقت، وممكن ان انت تعمليها في الخلاط، هتطول بس في الوقت بتاع ان انت بتحطيها في الفرن. فان شاء الله باذن الله ان انتوا تطبقوها وتنفذوها للاطفال لو انتوا يعني عندكم عيد ميلاد، او ان انتوا حابين ان انتوا تعملوها في اي وقت ليهم، وتغيير في الشكل. انا هنا في كيك فضل معايا فانا حطيته في الورق اللي هو بتاع الكافيه اللي هو ورق القهوه، الكوبايات الجاهزه. فبصوا يعني انا ما دهنتهوش من جوه اي حاجه خالص. فبصوا هي طالعه اهيت الكيك منه، بصوا شكلها عامل ازاي، بصوا هشه جدا طريه خالص اهي. بصوا لما بنقسمها من جوه شايفين لونها عامل ازاي، لونها فاتح خالص، مش غامقه ولا طلعت ان هي مكتومه ولا اي حاجه خالص. بصوا هشه جدا اهي، بصوا هشه جدا 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 وطريه خالص. وفي الورق بتاع القهوه، يعني انتوا لو مش عندكم الورق بتاع الكب كيك او صينيه الكب كيك، ممكن ان انتوا تعملوه في الورق ده وبتدخلوه الفرن، بس بترصوه جوه صينيه هيطلع معاكي حلو جدا اهوت. وممكن بقى ان انتوا تاخدوه في اي مكان ان انتوا خارجين، فهيبقى حلو جدا. واهم حاجه الناس اللي بتشتكي وتقول الكيك بيطلع غامق معانا من جوه ليه، بصوا الكيك عامله ازاي وزيناه
عاملاه بطريقة بسيطة خالص خالص للمبتدئين. ولو مش عندك كيس حلواني ولا اي حاجة، هو بس القمع انت محتاجاه ان انت تعملي بيه الشكل، وكيس اللي هو البلاستيك بتاع التلاجة.